علشان تمشي بشكل امن، لكن انك تحقن فيها دهون ده فيري دينجرس، ده خطر جدا جدا جدا. دكتور، ناس كتيرة قوي بتحلم بعضلات بطن مرسومة وبيقرروا يحققوا الحلم عن طريق حقن الدهون. محتاجين نسمع رأي حضرتك في الموضوع ده. هو فعلا بتجي ناس كتير وخصوصا شباب عايزين بقى يعملوا فورمه الساحل اللي هو بقى 6 باكس وبتاع، فيقول لك يا دكتور انا عايز ارسم ال6 باكس بتوعي، فاشفط لي الدهون اشفط لي الدهون اللي موجوده واحقنها في العضله عشان تكبرها كده وتديها ال6 باكس بتوعها وكده. الحقيقه الموضوع ده فيري دينجرس، خطر جدا. يعني احنا وظيفتنا كجراحين تجميل ان احنا هنشفط الدهون، هننحت الجسم، لكن تكبير العضلات وانها تبقى بارزه وواضحه دي محتاجه رياضه بعد علشان تمشي بشكل امن، لكن انك تحقن فيها دهون ده فيري دينجرس، ده خطر جدا جدا جدا. ليه بقى؟ مش الدهون دي من جسمهم أصلا؟ الدهون طبعا جزء من جسمهم وكل حاجه، احنا عندنا العضلات دي مليانه اورده وشرايين، احنا عندنا اصلا حد عايز ياخد دواء ويوصل للدم بشكل سريع بيحقنوا عضل، دي معلومه ناس كلها عارفاها. طيب انا دلوقتي هاخد الدهون دي واحقنها في قلب العضله اللي هي مليانه اورده وشرايين، لو دخل الدهون دي في قلب الدم بتعمل تجلطات وتعمل انسداد في الاوعيه الدمويه وتعمل مشاكل كبيره جدا جدا. انا مش بقول ان ده مش موجود ومش موجود علميا، لا هو موجود علميا ولكن مخاطره كتيره جدا، وانا من الناس اللي بشوف عمليه التجميل هي عمليه انا بعملها عشان اسعد البني ادم، علشان هو يستفيد بجسمه مش عشان ادخله في مخاطر. فالحاجات اللي بيبقى فيها ريسك كبير انا ما بحبهاش، فبالتالي انا بالنسبه لي موضوع حقن الدهون في العضلات بيبقى فيها ريسك كبير جدا، فعلشان كده انا ما بنصحش بيها ابدا وما بحبش اعملها.